بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. احنا النهاردة كده صباح يوم مشرق جميل. احنا خلاص ابتدينا كده في اول رمضان. كل سنة وانتم طيبين. شوف الناس عاملة زينة رمضان الحلوة ازاي. شكلها مفرح قوي كده، وشكلها كده حاجة تفرح بصراحة. بهجة رمضان وكنسين الشوارع ورشينها وحاجة جميلة، وبهجة رمضان الحلوة دي. فانا ابتديت معاكم النهارده كده بيومنا الجميل دوت. هاجي دلوقتي هنشر الغسالة عندي كانت شغالة، فهبتدي بقى بنشر الغسيل ويلا بقى النشاط والهمة كده من احنا الساعة 7 الصبح على فكرة. النشاط والهمة والحيوية دي كده هوت. نهارنا أبيض ورمضان كريم عليا وعليك وعلى أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ماشي يا حبيبي. خلاص خلصت اهو، خلصت نشر الغسيل. الساعة دلوقتي كده يا جماعة 7:15 كده. بس عندنا جار مسيحي بقى دايما كل يوم الصبح يكنس الشارع ويقعد يرشه. الناس هنا حلوة والله يا جماعة. أنا بحب المناطق اللي هي فيها الجيران تبص على بعضيها وتتكلم مع بعضيها دنيا جميلة. يلا رمضان كريم يا جماعة. طيب هنشوف دلوقتي كده. انا دلوقتي هبتدي اعمل ايه بقى. هبتدي ان انا هخش دلوقتي كده امسك المصحف وهقعد اقرا شوية قرآن حلوين كده هوت، ونشوف بقية يومنا هنعمل فيه ايه. شوف الخيامية الحلوة. امبارح رجعت من الشغل لقيت ولادي بقى فرشين الخيامية بتاعت رمضان، والاجواء الحلوة اللي هي بتبقى جوه الشقة ديت. الانتريه في الصالة عندي. بصوا الجمال والحلاوة ديت. اول ما دخلت لقيت المنظر الجميل الحلو دوت. الحاجات ديت احنا بنحطها كل سنة، بس انا كنت بقى بقول لسه بقى لما اروح هطلع الحاجات ديت وهعملها. جيت لقيتهم ولادي فرشين بقى الحاجات ديت وعاملينها كده اهو. يلا دي الاجواء الرمضانية بقى بتاعتنا احنا في بيتنا. انا دلوقتي كده طلعت المصحف اهو، هقعد اقرا لي كده على قد ما اقدر حبة حلوين ان شاء الله، ونشوف بعد كده هنعمل ايه. كده خلاص قريت الاجزاء بتاعتي. الجزء الاولاني اهو، حاطه الشريطه دي عشان خاطر كده ابقى عارفه انا قريت لغايه فين. انا خلاص دي اخر صفحه في الجزء الاول. كده بدايه الجزء التاني يعني. دي كده بدايه الجزء التاني بقى. انا طبعا الكلام دوت كان النهارده اول يوم الساعه حوالي من 7 ل8 يعني. بس فانا يعني هكتفي بقى بالحبة دول كده اهوت. بس امسك التليفون كويس. خلاص هقفل. هكتفي بقى بالحبة دول، وهقوم ان شاء الله كده اهوت. اكتفيت بالجزء الاولاني يعني، وهقوم ان شاء الله كده بقى اشوف المطبخ فيه ايه والدنيا فيها ايه. يلا يا حبايبي، انا معاكم اهو اول يوم خطوة بخطوة في كل حركة انا بتحركها في اليوم ده. احلى ايام ربنا ايام رمضان، وكل ايام ربنا حلوة الحمد لله. يلا هنشوف بقى الخطوة الجاية هنعمل ايه. انا دلوقتي عشان ماسكة التليفون بايديا مش هعرف اصور وانا بغسل مواعين، فانا طبعا هعمل حكاية قبل وبعد. فبصوا البهدلة دي قبل. كل اهو كمان برضو كل حاجة تمام. وانا جبت حوالي كيلو فول. قلت ادمسه واشيله عشان رمضان. وجبت ربع كيلو فول مدشوش. وعلى فكرة الفول ده والله انا حاطه فيه عدس اصفر، مش عارفه راح فين يعني، مش عارفه. اهو ظهر في ايديا اهو. ماشي هو وبعدين على فكرة انا نقعته حوالي بتاع 4 5 ساعات كده هو. تحطها في مية لسه دلوقتي دلقاها دلوقتي. ماشي. وكنت ناقعة برضو الفول دوت. فانا دلوقتي هحطهم كده الاتنين في دماسة. وهقول لكم على معلومة كده. كان زمان يعني عندنا مطعم في الشارع.
على نصية الشارع اللي انا ساكنة فيه. كنا مثلا واحنا صغيرين لما نشتري من عنده فول كان بيبقى طعمه حلو قوي، ما كناش بنشوفه بقى ولا بيحط عدس ولا بيحط فول مدشوش، كانش بيحط عليه حاجة خالص. وكان بيسويه في قدرة كده، كان بيبقى طعمه حلو. فانا دلوقتي عايزة اعمل ايه؟ انا هزود عليه فول مدشوش وزودت عليه عدس بس، ولا احط بصل ولا احط توم ولا ليمونه ولا قطايه ولا كل الناس بتعمله ده. انا مش هعمله. ليه؟ عشان انا عايزه الطعم الحلو اللي انا كنت بدوقه زمان، اللي هو بتاع المطعم اللي عندنا في الشارع دوت. ماشي. فانا دلوقتي كده هحطه في القدره وهرجع لكم تاني. بص انا دلوقتي جمعتهم مع بعض كلهم وقلبتهم مع بعض. على فكرة الفولة طريت قوي، لان انا لما نقعتها في مية سخنة. فالمية السخنة ديت كانت زي ما تقولوا ساعدت كتير على انها تبقى طرية. بس هنحطهم بقى دلوقتي كده في القدرة. شكلهم كده والله ما يكملوا ساعة، لان كله طري جامد. كل شوية المية سخنة ما تبرد افضيها واحط مية سخنة تانية، افضيها واحط مية سخنة تانية. ده ساعد على ان كل ده بقى طري جدا. بصوا بقت جميلة ازاي، طرية حلوة ازاي. انا نقعهم يمكن الساعة 3 العصر كده هو. ماشي. فانا دلوقتي هحطهم في القدرة بقى وهتشوفوهم معايا. بصوا حبايبي، انا دلوقتي لقيت الكيلو، يعني هو عبارة عن كيلو واحد فول وربع كيلو اللي هو الفول المدشوش. والعدس ده ما تحسبش، ده حبة كده كبشة كده هوت يعني. فلقيته عشان انا نقعته فترة طويلة وبمية سخنة فنفش جامد، ملى الدماسة هنا. وبعد كده ايه ده كتير فايض. طب انا هعمل ايه؟ هحطه بقى يعني ايه، هاخد دول وهاخد اللي جوه الدماسة وهحطه في الحلة هنا واسويه في حلة ألمونيا برضه. بس يا حبايبي انا دلوقتي هضيف عليه بقى المية السخنة. بسم الله الرحمن الرحيم. برضه لما نيجي نسلقه برضه ايه نحط على طول مية سخنة، مش المية تسخن فيه. ده برضه بيساعد على سوا اكتر. ايه الغطا بتاع الكاتل وقع مفيش مشكلة. خلاص كده نجيب معلقة اهو كده اهوت المية اعلى منه. خلاص احنا بقى هنحطه على نار هادية ونسيبه كده. تأكدوا انا عملته قبل كده كذا مرة بس ما كنت صورته. ما بياخدش ساعة، ما بيكملش ساعة، لان هو هدي خلاص. تريت جامد من كتر ان انا كنت نقعها فترة طويلة. وبقول لكم تعملوا زيي، تغيروا المية كل شوية وتشيلوا المية اللي فيها وتحطوا مية سخنة. لما تبرد شيلوها وحطوا مية سخنة تاني. كاتل مية على طول. هتبص تلاقيه مش هياخد وقت معاكم في التسوية خالص. ماشي. يلا انا هحطه على النار دلوقتي وهنمسوه بقى ايه. هرجع لكم تاني ونشوفهم مع بعض. ماشي يا حبايبي. استوى خلاص يا جماعه اهو. عايزه اقول بامانه مكملش ساعه. ليه بقى؟ عشان الحركه اللي انا كنت بعملها ان كل شويه وانا نقعاه اغير الميه واحط ميه سخنه، ولما تبرد كل ساعه اعدي احط ايه ميه سخنه لما تبرد. اما جيت بعد كده دلوقتي لما سويته اهو، اما جيت اسويه برضه زي ما انت شفتوا في الفيديو، لما جيت احط عليه ميه حطيتها برضه ميه سخنه. هو نفش وشبه ان هو طري جامد. عايزه اقول ما كملش ساعه الا ربع بالظبط كده اهو. مستوى الحمد لله اهو. انا دلوقتي كده لما يبرد خالص هكيسه معاكم، عشان ده انا جايباه عشان رمضان. بس يا جماعه اهو شايفين بياض وجمال وحلاوته واستوى بقى زبده وزي الفل. يلا خلاص احنا كده خلصناهم وعبيناهم. عملوا دول كده 7 اكياس عبارة عن كيلو واحد فول وربع كيلو اللي هو فول مدشوش. وعملناه وهنشيلهم لرمضان. وكل سنة وانتم طيبين. وجربوا يا جماعة الطريقة دي. ناس كتير كانت بتحط طماطم وبصل وثوم وليمونة ويقعدوا يحبشوا ويروح بعد كده تلاقوا الريم الابيض على الوش. لا ده منه فيه يعني فول وفول بس، والعدس مش هيضر.
شوية العدس الصغيرين حفنة كده على قد ايدي، ما كانتش هتضر حاجة يعني. بس ده كده الفول بتاعنا بتاع رمضان الحلو ده، وابيض وزي الفل اهو قدامكم. وكل سنة وانتم طيبين. متنسوناش في اللايك يا جماعة، اللايك والشير والاشتراك. شكرا يا حبايبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم.